الأستاذة لاعبة الفولي ليبرو منتخب إيطاليا عملت حاجة من أغرب مفارقات الأولمبياد. مونيكا دي جينارو صاحبة ال37 سنة اللي كسبت ذهبية باريس في الكرة الطايرة مع منتخب بلدها إيطاليا، وبتعتبر من أساطير اللعبة، يعني من الآخر واحدة من أفضل السيدات اللي لعبوا في مركز الليبرو على مر التاريخ. بس الأستاذة كسبت جوزها مدرب منتخب تركيا دانييلي سانتريلي في نص النهائي ب3 أشواط نظيفة. هلخصها لك: مدرب ايطالي درب فرقة ايطالية، حب لعبة الليبرو واتجوزها وراح درب صربيا كسب بيهم كاس العالم. بعد كده درب تركيا كسب بيهم كاس اوروبا على حساب صربيا اللي كان بيدربها. راح الاولمبياد في نص النهائي مراته لعبة منتخب ايطاليا اتسببت ان هو يخسر بهزيمة ساحقة 3 أشواط ل0، وكمان خدت البطولة. تفتكر لما مونيكا تروح البيت دانييل هيعمل معاها ايه؟